السلام عليكم. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نغسل الكوارع وتبقى زي الفل واللي هو يعني ناكلها بكل ثقة ونشرب الشوربة بتاعتها وتكون تحفة وجميلة. ازاي؟ اول حاجة انا جبتها اهي، شطفتها الاول وبعدين حطيتها في مية. تمام، ادي المية. هنزل عليها بربع كوباية خل، ادي كوباية الخل. تمام، هبدأ ان انا اشطفها بايدي كده اهو، ونسيبها في المية حبة. قد ايه؟ ربع ساعة نسيبها في المية بالخل، وهنشوف هنعمل ايه. شايفين بعد ما سيبناها لمدة ربع ساعة، شايفين المية بقت موسخة ازاي؟ ده معناها ان هي رمت اللي فيها، وطبعا احنا فركناها كويس بايدينا. هندلق المية دي ونغيرها. ادي اهو بعد ما غيرت لها المية، شايفين بقت حلوة ازاي؟ طيب، ادي انا محضرة معلقة دقيق. تمام كده. طيب، ومحضره ايه تاني؟ محضره ليمونه. الليمونه دي هنعصرها كويس قوي، وبعد ما نعصرها نسيبها بقشرها في الميه. تمام كده، اهي دي. وهنقلبها كويس قوي ونسيبها لمده ساعه. نسيبها لمده ساعه في الميه بالدقيق بالليمون. تمام كده، لمده ساعه. ادي اهي كوارع بعد ما عدت ساعه. بصوا، اللي هو حتى لو فيها اي شعر بالسكينة وكحتيه، بص اللي هو بقت مزلقة ازاي، اللي هي النظافة. طبعا ريحتها حلوة جدا بسبب الليمون. تعالوا بقى ندلق المية دي ونشوف هنعمل ايه. ادي الكوارع اهي، احنا صفيناها، شايفين عاملة ازاي؟ والله بقت مش محتاجة حاجة تاني، بقت بص زي الفل. طيب، هنعمل ايه تاني؟ ادي الحلة اهي، صفينا كل المية اللي فيها وغسلناها وحطينا فيها مية نظيفة، وغسلنا فصين الليمون وحطيناهم. هنحطها على النار تغلي. اول ما تغلي هننزل الكوارع. بعد ما ننزل الكوارع تاخد غلوة كده بسيطة مع الكوارع بالمية، وبعدين نستناها تهدى شوية وبعدين نصفيها. دي كده مش مية السليق. يلا بينا. ادي اهي، طالما المية سخنت قوي كده يبقى ننزل بالكوارع واحدة واحدة. تمام كده، اهي دي تغلي غلوة واحدة بس وبعدين نصفيها. تمام كده. اهي دي الكوارع بتاعتي. نسيب الليمون معاها، مدي اصلا ريحة للمطبخ وللمية بتاعتها تحفة. شايفين اهي غلت الغلوة بتاعتها وطلعت بص ريم ازاي. يلا ندلق المية دي كلها ونحط مية جديدة. ادي اهي المية النظيفة اللي احنا حطيناها، طبعا هي سخنت. حطينا فيها ورق لوري وحطينا حبهان وتوم وبصل. كده بقى إن جاهزة ان انا احط فيها كوارع تاني. تمام كده، دي بقى المية النظيفة بتاعتي، مش هتطلع ريمة ولا اي حاجة. هي دي الشوربة بتاعتي. طبعا هسيبها بقى تستوي براحتها خالص. تمام كده، دي الكوارع بتاعتي. كده طبعا اشرب الشوربة بتاعتها وانا ضامنة انها نظيفة 100%، وطعمها جميل. وممكن نطشلها بشوية تومة، نحمرهم في حتة سمنة صغيرة، هتبقى شوربة جامدة جدا. طبعا اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.